ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم قناة يوميات ست بنات. والنهاردة زي ما انتوا شايفين كده بنصور من قصاد مول أسواق المنصورة بالعاشر من رمضان. المول ده بجوار مطعم كش ملك، وفي الجهة المقابلة قصاده هيكون نادي العشرة. حبينا كده نعرض لكم اليوم كله من أوله في أدوات المطبخ بس عشان نكمل سلسلة باقي تجهيز العروسة. صورنا الأجهزة الكهربائية ولسه في مقطع تاني، وده جزء من أدوات المطبخ ومش كامل برضو، لسه في حاجات النيش ما كملناهاش. فهنصور مع بعض كده، وحبيت اشرح لكم الفرع بتاعهم في العاشر قصاد نادي العشرة بجوار مطعم كش ملك. مع بعض بقى هنطلع على فوق وهنعرض لكم الأسعار كلها، الصيني والأركوبال وطقم الحلل كلها بالتفصيل. أتمنى من كل اللي بيتابعنا على الفيسبوك يعمل متابعة للصفحة ولايك، واللي بيشوفنا على اليوتيوب ما ينساش يشترك في القناة. زي ما انتوا شايفين كده ده اسمه طقم بالم. الطقم ده عجبني لانه كله فيه كل البلاستيكات المطلوبة للعروسة. طبعا احنا جبنا حاجات تانية فردانية، انما الطقم ده هي عبارة عن علبة كاملة، وده سعره 800 جنيه، وفيه كل مستلزمات الشرشوبة والبلاستيكات والبسكتات الصغيرة للحمام وكل حاجة، حتى المقشات والمساحات. وعندهم اطقم الملامين اللي انتوا شايفينها الملونة دي طبق وطبق ب1500. هنصور ليكوا حاجة حاجة بالتفصيل، حتى الزرع اللي انتوا شايفينه الصناعي اللي قدامكوا ده حلو جدا، عجبنا برضو. أسعاره بتتراوح ما بين 500 ل700، بس هي طويلة ما شاء الله، يعني طولها حوالي 2 متر، بس هتدي شكل حلو جدا للريسبشن. طقم البالم زي ما قلت لكم فيه كل حاجة، كل مستلزمات الحمام، وفي جردل للشرشوبة، وفي ثبت الغسيل الكبير، هو 25 قطعة، وزي ما قلت لكم ب800 جنيه. حتى كرسي الحمام موجود، فرش الحمام، مساحات المقشة، الباسكتات لكل أوضة. الطقم اللي انتوا شايفينه ده طقم توابل على شكل كده تويتي قطة، ليه ودان قطة، بس حلو جدا. ده طقمه 650 جنيه. طقم الجرنيت اللي قدامكم ده هوريهولكوا بالصور واضحة كاملة بأسعاره بالصواني بكل حاجة بالتفصيل. اتابعوني في الفيديو هعرفكم كل حاجة بالأسعار. وعندهم كمان كل أنواع الكراسي البلاستيك وترابيزة المكوى وطقم البلكونة، كل حاجة موجودة عندهم. زي ما انتوا شايفين ده كده المعرض ليه صورة من بره ما شاء الله، وحجمه كبير. وفي فرع تاني داخلي جوه للبلاستيكات ورفايع العروسة، وبره في البلاستيك الكراسي والترابيزات وترابيزات المكوى. هو ما شاء الله فرع حلو جدا، وجبنا كل حاجة، ناقص حاجات بسيطة ما كملناهاش، لكن طبعا الأغلبية العظمى جبناها من أسواق المنصورة، طبعا علشان أسعارهم ما شاء الله حلوة جدا. وفي جهة تانية مقابلة ليه في كل أنواع الورود والإكسسوارات للمطبخ وللحمامات، وبعض التحف والأنتيكات اللي انت بتشتريها للنيش. وعندهم الصيني ما شاء الله كويس جدا حلو. هو طبعا ما عادش مفيش صيني 12 اللي احنا لقيناه هناك الستات نص طقم، بس طبعا احنا بنيجي طقم صيني، وفي طقم جاتوه بيجي وشاي يعني في صيني كتير بيجي، غير الاول. زمان كان طقم الصيني الاول اتنشرات، كانت كرتونة كبيرة وبيشمل كل حاجة. دلوقتي كل حاجة منفصلة عن التانية.
وان شاء الله اقول لكم سعر الصيني اللي احنا جبناه سعره كام بالظبط. هناك الصيني بيتراوح سعره من 3000 ل10 آلاف. في طقم صيني حلو جدا عجبنا، كان ب10 آلاف جنيه بس جميل جدا جدا. وفي انواع تانية، في واحد تاني ب4.5 تحفة. يعني احنا افتكرنا سعره اصلا معدي ال10، بس اتفوجئنا ان هو ب4 آلاف ونص، لكن كان في منتهى الجمال، شيك جدا وطقم جميل قوي. وعندهم كل انواع الحلل. وزي ما انتوا شايفين ده كمان طقم الاركوبال، ده طقمه 3000 ونص، الركن ده كله 3000 ونص. اي طقم من ده ب3000 ونص. وده طقم الصيني بصراحة ده عجبني قوي، اللي فيه الشجر مفرع ده ب4 آلاف ونص. واللي قدامكم السادة ده ب5000، واللي فوقيه نفس السعر. عندهم الصيني حلو جدا وشيك ورقيق كده وسيمبل وشكله جميل. وعندهم هناك شنط المعالق، من أول 1300، في 1800، في 2000، في 3000. طبعا كل ما تعلى سعر الشنطة بتلاقي إن المعلقة متينة أكتر وتقيلة. الطقم اللي فوق ده ب4500، ده اللي عجبني، اللي هو اللي فوق خالص. وعندهم طبعا الميلامين زي ما قلتلكوا بيتراوح سعره من أول 1000 جنيه ل2500. الطقم الصيني ده ب5000، واللي فوقيه ب4.5. بصراحة أشكالهم تحفة. ده طقم الجاتو أو الشاي، طبعا ده كمان بيجي طقم صيني، طقم اللي هو الجاتو والشاي. عندهم الطاسات دي جواها شبكة ب90 جنيه. الكسرولات اللي فوق الصغيرة دي الاتنين ب90 جنيه. هنيجي بقى لطقم الحلل، في هنا طقم حلل للثلث الزنوك الأصلي، 10 قطع، مكتوب في الظهر من ورا 18/10. طبعا أي ستانلس لازم تجيبيه، لازم تتأكدي من العلامة دي إنه يكون مكتوب عليه 18/10. ده سعره 2500. ده الزنوكي. أنا هنا ابتديت أصور بقى رجلين، مش عارفة رجلين مين دي، ما علينا. وطبعا اطقم التيفال موجودة، وفي جرانيت بيتراوح سعره من أول 1500، وفي 2000، وفي 2500، لغاية ال5000 جنيه. طبعا ده بيفرق في الماتيريال والخامة والشكل. وفي اللي هو ب1500 ليه يد عادية زي حلل التيفال، واللي بقى من أول ما سعره بيتراوح من 2000 بيكون الحلة اليد بتاعتها منها فيها. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ب1500. ده سعره 1500. وفي منه طبعا ألوان زي ما انتوا شايفين كده. ده طقم جرانيت تاني بس سعره 2000 جنيه. زي ما انتوا شايفين الإيد منها فيها في الحلة، مش زي الإيد الأولانية ممكن تتخلع. وبصراحة لأن نوعيته أنضف وأحلى من التاني بكتير. اللي في الوش اللبني ده برضو سيراميك ب2000 جنيه. وزي ما قلتلكوا الأسعار بتتراوح ما بين 2000، 3000، 4000. ده سعره 3000 جنيه، طقم جرانيت بس شيك جدا وحلو قوي، والماتيريال بتاعته كويسة. أسعارهم حلوة جدا في الجرانيت والتيفال. وده الفرع اللي فيه الأركوبال والصيني. والميلامين هو اللي على الأرض ده عادل ميلامين مشكل. الأغلبية بتلاقي الكرتونة فيها طبق وطبق. وفي أطقم سادة عندهم، بس اللي طالع اليومين دول أكتر وبيطلب كتير هو الطبق والطبق. وده سعره كان 1300.